بدعوة كريمة من نادي الصحافة في دبي. راح أكون متواجدة في اليومين القادمين في الإمارات للمشاركة في قمة رواد التواصل الاجتماعي. أنا مجموعة كبيرة من الفنانين والنجوم ونجوم السوشيال ميديا أيضا. هو حدث كبير ومميز ومشاركتي فيه أعتبره شيء جدا مهم. شكرا على الدعوة. يعني ما نسولف صح؟ انت وين طلعت لي؟ مو هذول اللي يطلعون بالاخبار يمرون كذي يوقف شي فجاه مدفع الافطار. سعيدة بالاسامي اللي راح تكون موجودة، شخصيات كنت اتمنى اني التقي فيها بيوم من الايام، وشخصيات عزيزة على قلبي وشيء كبير وحلو. الحمد لله تم تأكيد حضوري في هذه الفعالية المهمة اليوم. ظروف التصوير ما كانت واضحة معاي، بس اليوم قلت لهم انا جاية. اعذروني رديت عليكم متأخر، بس فعلا ضغط التصوير وظروف التصوير ما كانت مبينت لي إذا أقدر أحضر ولا لا، بس راح أحضر. اجتماع نخبة كبيرة من المؤثرين، سواء على الصعيد الفني، صعيد السوشيال ميديا، صعيد الأدبي، صعيد الثقافي، تحت سقف واحد للمشاركة بتجاربهم مع السوشيال ميديا، وش كثر أثر عليهم هذا الشيء، وش كثر هو بحد ذاته إنجاز وشيء جميل. يعطيكم العافية عليه. شكرا على الدعوة، ونشوفكم على خير في قمة رواد التواصل الاجتماعي. الجو عجيب يا جماعة، قاعد نتمشى بالفريج اللي قاعد نصور فيه، ما بقيت أدش البيت بس برد. جاري الآن مراجعة المشهد التالي مع أخوان الفاضل هنا. شلون المشهد؟ أوكي؟ مشهد بيني وبين المشاري، انا وشاري وسبيتشا مريوم. أنا وياكم مشهد؟ نو. أنا وياكم مشهد؟ نو. ليش؟ نو لا. أروح بيتنا؟ لا. سوف امسح فيك الارض. أكثر فنان هني. اي عشان تشربين ماي. ما يضحك. ما خلاص انا اللوك الجديد راح اركب نفس الرموشه. يعقوب طبعا يعني سنين 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 طويلة، مراحل عمرية مختلفة مريت من أعز الفنانين اللي اشتغلت معاهم، ونفس الشيء هذا. شوفوا يبي له 4 تليفونات. شاري نفس الشيء ما شاء الله عليه. شوفوا ما تغير. هذا مشاري تغير عليكم. ايش كثر اثر السوشيال ميديا علينا احنا كفنانين. يعني احنا كنا موجودين بالساحه، الناس تشوفنا بالتلفزيون عدل، وكنا وين نطلع نسوي مقابله مثلا بس بالجرايد ولا بالتلفزيون، بس الحين خلاص صار تواصل مباشر. صح. فهل هذا الشيء ايجابي ولا سلبي؟ ايش رايك؟ والله انا بالبدايه احب اسلم على الجمهور العماني وتلفزيون. منو قالك متابعيني بس من عمان السعوديه؟ لا سلم انا عليهم. اتكلم عن التلفزيون العماني. ان انا قاعد اسوي معك مقابله. انت سفيره عمان يعني في كل مكان. والله الحين على قولتهم اختصرنا الحواجز، بدل ما كل يوم يبطلون جريده وما شو، يتواصلون معنا ويعرفون من الصدق ومن المصدر من غير تحريف حكي. يعني تدري قبل الصحافي يزيد كلمه ويعدل وما ادري شو فيفهم المعنى. صح. هني خلاص يعني من إلى على طول. انزين هذا الشيء ما تحسه اثر على الجرايد، على القنوات التلفزيونيه هم نفس الشيء؟ والله اثر حتى على الفنان. هذا اللي بعرفه. الفنان يعني يؤدي دور، يمثل دور. صح. فعشان يتعايش مع الجمهور محتاج شنو؟ محتاج انه ما يشوف حياته وايد، لانه راح يربط حياه الفنان نفسه بالمسلسل. صح. فالجمهور لازم يكون ملاحظ ان هذه شخصيه. ايه يعني شلون فنان لازم الجمهور يعرف ان الفنان هني هو صدق حياته. الشخص بالمسلسل مختلف تماما، لازم تصدق الدور يعني لازم تفصل بينهم. يعني انت لما طالع مسلسل حاول تفصل من غير اللي تشوف سناب مثلا. يعني ما انا تدري شنو احس؟ انا احس انه شيء حلو مو حلو. الحلو ان تقدر توصل لهم على طول المعلومه من غير اي حواجز على قولتك. والمو حلو، المو حلو اللي انا اشوفه انه تخاف انه يملك المشاهد، يشوفك بسناب بانستغرام بالتلفزيون. لا انت اذا تحط شيء محدود ومعني او شيء
النقطة اللي بقولها يعني المشاهد لازم يفصل بينهم، وبعدين الفنان مو كل شيء يشارك حياته، لازم تخلي جزء مخشوش لك. صح. فقاعد اقول لك يعني انا واحد من الناس ما اطلع وايد بالسناب وهذا، لان حياتي خاصة ما لان الجمهور اخاف يشبك ما بينهم. صح. كنا معاكم في بعد شيء ايه كذا؟ يعني مرات يطالعون بنيه مثلا بالسناب ولا بالبيت شكل غير على المسلسل ويشوفوها ما ادري شنو. هي مو مسألة قبل وبعد ولا شيء، لا هي مسألة هناك هذه الشخصية هذه هذه هي متطلبة منها كذي، وهذه حياتها الصجية يعني اللي تروح ايه؟ يعني اللي تروح العرس نفس لما تكون قاعدة من النوم، لا. لا طبعا. فكل شيء له شيء يعني كل شيء له مكانه. متطلب شكله. صح. كنا مع الأخ يعقوب وشكرا على هذا اللقاء المميز ويعطيك ألف عافية. يلا خلينا نصور مشهد. وجنب الليل. خلاصة الكلام، نستغل السوشيال ميديا بالطريقة الصحيحة واللي تفيد الكل واللي نستمتع فيها كلنا.